السلام عليكم، اهلا بكم في قناة كروشيه كافيه. في درس النهاردة ان شاء الله هنكمل طريقة التزايد والتناقص في غرز الكروشيه. في الدرس اللي فات اخدنا التزايد والتناقص العادي والتناقص الخفي في غرزة الحشو، والنهاردة هنكمل وهنشوف التزايد والتناقص في غرزة النص عمود. وهنبتدي الاول بالتزايد. التزايد في غرزة النص عمود برضو نفس الفكرة بتاعة التزايد في غرزة الكروشيه، ان انا بشتغل في الغرزة الواحدة بشتغل غرزتين بدل واحدة، فبدخل في كل غرزة بشتغل بالطريقة العادية وبدخل فيها بغرزة واحدة وبزود عليها غرزة كمان. فهبتدي هنا من اول السطر اعمل تزايد في اول غرزة اشتغل فيها كده غرزة عمود، وفي نفس الغرزة هشتغل برضو غرزة عمود كمان، فكده بقى عندي غرزتين نص عمود في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها تزايد اوكي، وفي نفس الغرزة هشتغل نص عمود كمان، فبقى عندي غرزتين نص عمود في الغرزة الواحدة. الغرزة اللي بعدها شايفين هعمل تزايد او انكريز في الغرزة اللي بعدها اوكي، وهكمل لغاية اخر السطر. طبعا زي ما قلت ان التزايد بالانجليش معناه انكريز، والاختصار بتاعه في الباترونات الانجليش المكتوبة بيبقى اي ان سي. ولما الباترون يطلب مني ان انا اعمل انكريز في اي غرزة، ده معناه انه عاوز ان انا ادخل في الغرزة الواحدة باتنين غرزة، بدل ما اشتغل غرزة واحدة هزود عليها غرزة كمان. طبعا انا بشتغل معاكم زي ما قلت السطر عشان تبقى الفكرة اوضح، لكن انت المفروض بتعملي التزايد في الغرزة بس او الغرز اللي الباترون بيحددها لك اوكي. كده انا عملت تزايد في السطر كله وزودت عدد غرز النص عمود. دخلت في كل غرزة نص عمود اشتغلت الغرزة العادية وزودت عليها غرزة كمان، فابتدت القطعة حجمها يزيد معايا وابتدت تاخد الشكل ده من فوق نتيجة للتزايد في غرزة النص عمود. ده بالنسبة لطريقة التزايد في غرزة النص عمود. ودلوقتي هنكمل وهنشوف طريقة التناقص في غرزة النص عمود. وقلنا ان التناقص اسمه بالانجليش decrease، والاختصار بتاعه في الباترونات الانجليش المكتوبة بيبقى DEC. فهنبتدي نشوف ازاي هنعمل تناقص في غرزة النص عمود. هندخل في الغرزة عادي خالص ونشتغلها بالطريقة العادية، بس مش هنكملها للاخر اوكي، وهنسيب اخر 3 حلقات عليها بالظبط زي ما كنا بنعمل في طريقة تغيير اللون اللي اتعلمناها في الدروس اللي قبل كده. بنسيب اخر 3 حلقات على الابرة ومش بنكمل غرزة النص عمود للاخر. وبعدين هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها وبرضو اطلع بالخيط ومش هكمل الغرزة للاخر. فبالشكل ده كده هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة. هبتدي الف الخيط واطلع من ال5 حلقات اللي على الابرة. كده انا عملت تناقص في غرزتين من غرز النص عمود، خليت الغرزتين بقوا غرزة واحدة، اختصرتهم او اشتغلت الغرزتين خليتهم غرزة واحدة. هبتدي اعمل تناقص او ديكريس في غرزتين النص عمود اللي بعدهم. هلف الخيط وهدخل جوه الغرزة وهشتغلها عادي خالص، بس مش هكملها للاخر. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهسحب الخيط وهطلع. كده هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة. هلف الخيط وهطلع من ال5 حلقات اوكي. كده انا اختصرت غرزتين اشتغلتهم خليتهم بقوا غرزة واحدة، ونقصت الغرزتين بقوا غرزة واحدة. هكمل التناقص في الغرزتين اللي بعدهم. هلف الخيط وهشتغل غرزة النص عمود بتاعتي وهطلع من الغرزة ومش هكمل الغرزة للاخر، وهسيب اخر 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط عشان اكمل التناقص وهدخل في الغرزة اللي بعدها
وهسحب الخيط واطلع بيه. هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة. هلف الخيط وهطلع من ال5 حلقات كلهم. كده انا كملت التناقص في الغرزتين وخليتهم بقوا غرزة واحدة. هكمل التناقص في الغرزتين اللي بعدهم. هشتغل غرزة العمود، هلف الخيط وهطلع بيه. هيبقى عندي 3 حلقات، مش هكملها للاخر، هيبقى عندي 3 حلقات. هلف الخيط وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهسحب الخيط وهطلع. هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة. هلف الخيط وهطلع من ال5 حلقات كلهم بالشكل ده كده. اوكي، كده انا عملت تناقص في غرزة النص عمود. انا كنت بادئه الاول ب8 القطعه اللي كنت بادئه بيها كانت 8 غرز نص عمود. دلوقتي بقوا 4، 1 2 3 4. هكمل لكم برضو سطر كمان من التناقص. هرتفع بسلسلتين. وقلت طبعا ان انا بشتغل معاكم بطريقه السطر، بعمل تناقص او تزايد في السطر كله عشان تشوفوا الفكره اوضح. لكن طبعا احنا بنعمل تزايد او تناقص بس في الغرز الباترون اللي الباترون بيحددها لي. فانا هنا عندي الغرزتين هبتدي اعمل فيهم تناقص واخليهم غرزه واحده. هشتغل غرزه النص عمود ومش هكملها للاخر، وهسحب وهلف الخيط وهدخل في الغرزه اللي بعدها وهسحب الخيط. هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة، هطلع منهم كلهم. وبكده انا اختصرت الغرزتين نص عمود، خليتهم غرزة واحدة وكملت التناقص بتاعي في الغرزتين. هعمل تناقص في الغرزتين اللي بعدهم. هلف الخيط وهشتغل الغرزة ومش هكملها للاخر، وهلف الخيط وهدخل في الغرزة اللي بعدها وبرضو مش هكملها للاخر. كده هيبقى عندي 5 حلقات على الابرة. هلف الخيط واطلع من ال5 حلقات اللي على الابرة كلهم. كده احنا اتعلمنا طريقة التناقص في غرزة النص عمود. نحاول برضو ان احنا نتمرن على طريقة التزايد والتناقص في غرزة الحشو اللي خدناها قبل كده وفي غرزة النص عمود عشان ان شاء الله تبقى سهلة علينا بعد كده لما نشتغلها في الفيديوهات اللي بعد كده. اشوفكم في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.